مرحبا بكم حبايبي مع سالي أونش في هذا الفيديو المتميز. إن شاء الله يعجبكم. اليوم جبت لكم طبق غني عن التعريف، متحصل على المرتبة الأولى في عدة مسابقات عالمية، اللي هو طبق الرشطة العاصمي الجزائري بأصوله. احنا نحضروه في عدة مناسبات، في المولد النبوي، في الزيادة، في عاشوراء، في عدة مناسبات. يجي طبق راقي وغني من بكل الفيتامينات والبروتين وإلى آخره. أنا ننصحكم تجربوه، يجي بنة ولا أروع. وبغيت نوركم لما يعرفش هذا الطبق الرشطة، لأنه طبق نوع من أنواع المحكرونة الجزائرية اللي تستعمل باليد إلى يومنا هذا في أحياء القصبة وفي كل أرجاء الوطن. يستعملوه. شوفوا معايا الرشطة كتجي دايرة اللي ما يعرفهاش. انتوما لا توفرت عندكم انكم تجيبوه عند وحده تخدم لكم باليد احسن، ولا ما لقيتوش راه كاين يتباعوا في دي ساشي كيما يتباع لنا الكسكس الطعام ويجيكم بنين. على نبداو بالمرقه البيضاء اللي تخصكم فيها الخضر، الليفت، الكوسه، الجزر، البصل، وبلا ما نساو الحمص ولي مورسو تاع الدجاج. كما راكم تشوفوا حبايبي كانوا في المجمد، كنت غسلتهم من قبل بالماء والملح. الكل راه متواجد. هذه المكونات اللي خاصكم اللي باش تنجحوا في الوصفه. نجيبوا الكسكس تاعنا ونديروا الماء في القدره ونخلوه يغلي، ومن طون نروحوا نحلوا الرشطه بالزيت. الزيت تتطلب عندكم نصف كأس من الزيت، حوالي 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من الزيت. نحلوها بهذه الطريقة حبيبي. بعد ما حليناها جيدا بالزيت، نجيبوا الكسكاس ونبدأ نفورها للمرة الأولى. وصفة سهلة وتجيكم بنينه بزاف. على ما تنساوش تزيدوا لها الكوفركل البلاع باش تاع الكسكاس باش تفور معكم جيدا. في هذه المرحله نجيبوا لاكوكوت ونديروا فيها الزيت وملعقه كبيره من الزبده، ونضيفوا عليها 3 حبات من البصل اللي رابيناهم بهذه الطريقه. ما تقطعوهمش، باغ كونطخ رابهم في المينياشوار ولا في لاغاب بلا غاب. بلا ما ننساو التوابل، تضيفوا الملح والقرفة والفلفل الأسود. حنا نعرفوا بأن الرشطة تبغي لو تاع لا كانيل. نضيفوا أيضا لي مورسو تاع البولي اللي كنا غسلناه من قبل بالماء والملح. نبلعوا لا كوكوت ونروح نجيبوا لي نافي تاعنا اللي هما اللفت، نقطعناه الى 2 وزدنا له القرفة والملح، ونضيفوه مع الدجاج لي مورسو دو بولي مع البصل، ونخليهم يتجانسوا يتقلاو غايه. من يتقلاونا غايه نضيفوا لهم الماء ساخن حتى نغطوا جيدا الدجاج مع اللفت. بعد ما يغلونا غليه ولا زوج، نوريكم واحد لاستوس اللي تجيكم رشطه فيها بنينه حبايبي. تجيبوا لو بول وتقلعوا 3 à 4 لوش بهذه الطريقه. ونزيدوا نبلعوا على لا كوكوت ونخليهم يطيبوا اللفت مع البصل والدجاج. ونروح نجيبوا الرشطه تاعنا بعد ما فارت للمره الاولى، ونحلوا الرشطه بهذيك لاصوص. هذه هي السر باش تجيكم الرشطه تاعكم بنينه. انا ما نحلوهاش بالماء، هي ساخنه بهذا الشكل حبايبي. تضيفوا لها لاصوص تاع الرشطه بهذا الشكل، نشربوها غايه الغايه. جاتكم ساخنه تحلوها كما انا بالملعقه، نشربوها جيدا بهذيك لاصوص ونخلوها ترتاح. شوفوا معايا بعد ما تشربت جيدا وخليتها ترتاح شويه، لا هنايا نروحوا نفوروها
للمرة الثانية. قبل ما نفوروها للمرة الثانية نضيفوا لها الملح حبايبي باش ما تجيناش صامتة. نضيفوا لها الملح من بعد فوروها للمرة الثانية. نروح نحلو على اللفت والدجاج بعدما طابونا نص طياب. نزيدوا لها الحمص والجزر. حنايا كما راكم تشوفوا لي كاروت ما قصصتهمش، ما قطعتهمش الى 2، خليتهم هكا حبه حتى من يطيبوا معنا ونبغوا نزينوا الطبق تاعنا تما تقطعوهم الى 2. شوفوا معايا الرشطه ما شاء الله تبارك الرحمن راهي تشهي. بعد ما فورناها للمره الثانيه نزيدوا لها الزبده وتكون حاضره معنا. انا وريت لكم الطريقه السهله للرشطه. كاين اللي يفوروها ثلاثة. انا كنت تستعملوا هذه الطريقه وتمرقوها بلا صوص، وكما قلت لكم حبايبي تستاهل غير تفوروها فقط مرتين. هنا بعد ما طاب معنا الجزر الكل راه طايب، نزيدوا الكوسه. كما تعرفوا بان لي كورجيت يطيبوا بالخف، نزيدوهم ونضيفوهم في لاكوكوت. نجيبوا البولي بعد ما طاب نقلعوه من ديك المرقه ونحمروه في الفوغ باش يعطينا داك اللون الذهبي الرائع. الرشطه راهي متواجده، كل شيء راه طايب، الخضره، البولي تحمر لي. بقانا المرحله اللي نبغيها بزاف، اللي تبغيها سالي، هي مرحله التزيين. شوفوا ما شاء الله الرشطه راهي تغير. نديروها في طبق التقديم، نحطوا البولي في الوسط ونبداو نزينوا بهذه الطريقه. الخضر اللي طابوا معنا، اللفت، هي تبغي اللفت بزاف، لي نافي، وتبغي كيما راكم تشوفوا حبايبي لي كورجيت ولي كاروت. نزينوا بهذه الطريقه. نكملوا تزيين تاعنا بلا ما ننساو البيض اللي تكونوا غليتوه من قبل حبايبي. ان هذه الوصفه تبغي البيض يكون مغلي. غلوا 2 إلى 3 حبات وتزينوهم بالقرفه بهذا الشكل. نزيد نزين معكم حبايبي لي نافي بالقرفه باش يعطينا داك المنظر الرائع. شوفوا معايا حبايبي الرشطه، وشوفوا معايا ديك لاصوص كي تجي عاقده ما شاء الله، تجيكم رائعه بنه لا تقاوم. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه الرائعه، وان شاء الله تكون عجبتكم، ونلقاكم بخير وعلى خير في فيديوهات اخرى قريبا ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والكومنت، ونلقاكم ان شاء الله تري بيانتو فيديو واحد اخر. جيسبر كو لي فيديو راهم عاجبينكم والقناة راهي عجبتكم حبايبي. مع الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.